ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. اول ما بصيت عليه لقيته واقف قوي في قلب بنطلونه، وانا اول ما شفته كده ما قدرتش خالص استحمل. جريت عليه وكمان اترميت وعملت نفسي اتكعبلت ووقعت، وبقيت انا وهو فوق بعض ومفيش اي مسافات خالص. لو حابين تعرفوا اكتر عن تفاصيل الحكاية كملوها معايا للاخر. حكايتنا النهاردة ممتعة وجريئة جدا، زي ما اتعودتوا دايما معايا ان المتعة والدلع مش هتلاقوه غير هنا في حكايات ايمي. ويلا بينا نبدأ حكايتنا مع بعض، لكن قبل ما ابدأ الحكاية ياريت تنزلوا حالا تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني اقدم لكم المزيد من القصة الممتعة وكمان الجريئة. ويلا بينا نشوف صاحبة الحكاية اللي معانا بتحكي وبتقول ايه. صاحبة الحكاية بتحكي وبتقول: انا ست في التلاتينات وانا عليا عود جبار فرنساوي. عودي الحمد لله بيحكوا ويضحكوا بيه، وكمان سمعتي طول الوقت كانوا بيحكوا وبيضحكوا بيها، لأن طبعا أنا كنت محافظة على نفسي وعلى سمعتي قوي لحد ما اتجوزت. ولحد ما اتجوزت برضه كنت طول الوقت بحس إن أنا مختلفة مش زي بقية الستات. طول الوقت عايزة جوزي، وطول الوقت بحاول إن أنا أعمله حركات إغراء، وهو كان بيجي معايا بسرعة من مجرد بس ضحكة كده بكل دلع ومياصة. كنت بلاقيه بيشدني من ايدي وبياخدني على السرير على طول، وهناك طبعا بنعمل مع بعض احلى علاقة. كنت طول الوقت فاكرة ان جوزي مفيش منه، لان هو كان طول الوقت بيقولي: لو لفيت العالم كله مش هتلاقي واحد زيي يلبيلك طلباتك وقت ما تكون عايزة ومحتاجة. مش هكدب عليكم، فعلا هو فيه الصفة ديت. حتى لو هو تعبان ومرهق، اول ما بيحس ان انا عايزاه ما بيتأخرش عليا ابدا، ولا ايه بيجي على نفسه علشان خاطر يبسطني ويريحني، خاصة في الايام المعينة بتاعة الشهر بعد الدورة الشهرية. بكون ملهلبة خالص ومحتاجة العلاقة بأي طريقة. هو كمان بيكون واخد اجازة معايا ايام الدورة، وبعد الدورة ديت مش عايزة اقولكوا ايه اللي احنا بنعمله. كل ليلة وكل تقريبا كده 5 6 ساعات بنرتاح احنا الاتنين، لكن احنا بنريح بعض بطريقتنا وبطريقة مختلفة جدا محدش خالص بيعملها. انا من وجهة نظري كده، لان احنا من نوعية الناس اللي وقت العلاقة بنكون متحررين جدا وما بنحاسبش خالص على كلامنا ولا حتى على ألفاظنا. لدرجة ان انا ممكن اقوله انا عايزة فلان الفلاني، واحد ممكن يكون عارفه وممكن يكون ما يعرفوش، لكن عادي لما اقوله وقت العلاقة انا نفسي فيه، او ان في حاجة معينة عجباني فيه. هو كمان نفس النظام، بيحب جدا ان انا اشتمه واقوله الفاظ، خاصة لما اشتمه بامه واقوله يا ابن كذا. هي ديت حياتنا بسيطة جدا، لكن في نفس الوقت بنعمل كل اللي احنا نفسنا فيه، لكن مفيش حد يقدر يمسك علينا غلطة ابدا. والدليل ان المنطقة بتاعتنا كلها بتحبنا وبتحترمنا، لان طبعا كل اللي بيحصل دوت بيني وبين جوزي بس، ما بيخرجش بره لأي حد. حتى بعد ما بنخلص العلاقة الزوجية يعتبر اللي احنا كنا بنفكر فيه واللي احنا كنا بنقوله ده بننساه في لحظة، ولا أكنه أصلا تم. ويمكن دوت اللي كان سبب في نجاح الحياة الزوجية اللي ما بينه وما بينه، رغم ان كان فيها حاجات ومغامرات كتير جدا. من ضمن المغامرات ديت ان احنا كان عندنا شقة جديدة، والشقة ديت كانت محتاجة شوية نقاشة، يعني وش نظافة. وطبعا جوزي قال لي: انا هجيبلك النقاش وانت تعاملي معاه بمعرفتك ديت يا حبيبتي مملكتك، وشوفي الالوان اللي انت عايزاها وتريحك نفسيا ايه وقولوله عليها وهو يعملها. وفعلا جاب النقاش، والنقاش دوت كان شاب زي القمر. يعني هو كان اصغر مني انا وجوزي، لكن كان عضلات وكان باين عليه جدا ان هو رياضي من الفلاحين، يعني متربى على السمنة البلدي. بدأت أقف معاه وأقوله على الألوان والدرجات اللي أنا عايزاها، وبصراحة هو كان مش بيشيل عينيه من عليا خالص. كان طول الوقت سخن ومولع، كان طول الوقت بحس إن هو بينزل على نفسه من كتر ما هو معجب بيا. ومش هكدب عليكم، نظراته ديت كانت بتعشش في قلبي وما كانتش بتطلع خالص من خيالي، خاصة وقت العلاقة بيني وبين جوزي. وكنت كل ليلة بحكيله اللي كان بيحصل بيني وبين النقاش،
ده بص عليا في المنطقة الفلانية، ده قال لي كلمة بدلع. وطبعا أنا كنت بحاول على قد ما أقدر أتدلع عليه، علشان طول الوقت كنت بحس إن أنا مبسوطة جدا بنظراته عليا وعلى جسمي. كنت وقت العلاقة بقول لجوزي أنا نفسي فيه، وبجد نفسي أجرب النوعية ديت من الشباب. أول مرة في حياتي حد يخش في دماغي كده ويعشش فيها، وأبقى محتاجة فعلا إن أنا أجرب بحق وحقيقي. سيبك من الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه ده. وقت العلاقة لقيت جوزي بيقولي إني اعملي اللي نفسك فيه كله، وأنا هكون مبسوط مادام انتي مبسوطة ومرتاحة. لو عايزة تجربي أنا مفيش عندي أي مانع خالص، بالعكس هكون مبسوط جدا وكمان مرتاح على راحتك قوي. كان جوزي بيقولي مجرد كلام، لكن أنا ما كنتش أعرف إن هو بيقول مجرد كلام وخلاص، لكن أخدت كلامه على أساس إن هو بجد. وفعلا تاني يوم رحت وأنا كنت لابسة عباية ضيقة قوي، وحاطة مكياج وكمان برفان يجيب لآخر الشارع. وأول ما شافني وكمان شم ريحة برفان لقيته بيقولي ذوقك حلو قوي، البرفان بتاعك جميل وفي نفس الوقت يهدي الأعصاب. لكن أنا عمل معايا العكس، هيجلى أعصابي. أنا أول ما شفته وأول ما شفت إن هو واقف كده في بنطلونه، ما قدرتش خالص إن أنا أستحمل أشوف المنظر دوت قدام مني وأسكت كده وما أعملش أي حاجة. قلت هعمل إيه؟ عملت نفسي إن أنا خلاص دايخة وهقع، على أساس يعني إن أنا خرجت من البيت من غير ما أفطر. وطبعا حصلت لي دوخة. الكلام ده كله كان كده وكده، وأول يدوبك خلاص ما كنت هقع، هو على آخر لحظة لحقني. لكن علشان خاطر أنا جسمي تقيل ما قدرش عليا، أخدته ونزلت على الأرض، وبقيت أنا وهو على الأرض ويعتبر واحد. وبقى هو يفوق فيا وأنا فايقة وكل حاجة، لكن كنت عاملة نفسي إن أنا أغمى عليا. فضل إن هو يفوق فيا، وأول ما فقت لفيت إيدي حوالين رقبته وشديته ليا جامد، وقلتله بصراحة أنا معجبة بيك، ما تيجي بينا يلا. ولسه ما كملتش الكلمة ولقيته هو بدأ يتعامل، بدأ يمشي إيده على كل حتة في جسمي، وبدأ يعمل معايا كل حاجة حلوة. وفي اليوم دوت فضلت أنا وهو نتقلب على الأرض، شوية أنا فوقه وشوية هو فوقي، لحد ما خلصنا خالص. ودي كانت أول مرة أحس إحساس المتعة بجد، لأن كان في فرق كبير جدا بينه وبين جوزي، وما بين المتعة والدلع اللي ما بينه وما بين جوزي وما بينه وما بينه هو. فعلا وقتها حسيت ان العلاقة مع جوزي عاملة زي المية الساقعة، لكن علشان خاطر انا ما كنتش جربت قبل كده، بالنسبة لي جوزي دوت ما كانش فيه منه. بعد كده اتفقت معاه على ان انا هقابله على طول، حتى لو خلص نقاشة في الشقة هيجيني شقتي او انا هروح له. وفضلت على الوضع دوت لفترة حوالي عن 2.5 شهور، مش كتير يعني، هو الوقت مش كتير، لكن أنا علشان كنت بروح له كل يوم عملت معاه مرات أكتر وأكتر. وكل مرة كنت بروح فيها كنت برجع وأحكي لجوزي على كل اللي كان بيحصل. والغريب إن جوزي كان بيكون مبسوط ومستمتع جدا بكل اللي أنا بقوله له. وبكده تكون خلصت الحكاية اللي معانا النهاردة. ولو عجبتكم حكايتنا انزلوا حالا ندعموني بلايك واشتراك في القناة، لأن الحكايات الممتعة والجريئة مش هتلاقوها